بأن تكون بمراتب متقدمة، بمراكز متقدمة، بمستوى كبير، بكل تأكيد بتقديم لاعبين بصورة مميزة. وبالتالي بالمقابل فريق دياله بعد العودة لدور الكبار، لدور الأضواء، جماهير دياله كذلك تمني النفس بالأفضل. هنا بنيامين خطيرة، جول لدياله، بنيامين أكور، بنيامين هدف للبرتقالي، هدف للبرتقالي، هدف لدياله في الدقيقة التاسعة. سجل بنيامين، استلم الكرة وحطها قوية في المرمى. يا الله يا الله يا الله يا الله، يا عيني على جمال الهدف، يا عيني على جمال الهدف، يا جمالك يا بنيامين. هدف جميل يسجل بالنسبة لفريق دياله من خلال اللقطة الماضية. استلم الكرة وتقدم فيها. شوف هنا الإعادة، إذا ما كان اللاعب متسلل طبعا حكام الفار، ولكنه حطها جميلة بباطن القدم اليمنى على يمين حارس المرمى عبد سليم ليكتفي من خلال اللقطة الماضية. كانت بعيدة عن متناول الحارس والصعبة، وبالتالي يتقدم دياله بأول أهداف في المباراة. هدف جميل لدياله. كورنادو للميناء، هل يعدل؟ هل يعود في النصف ساعة؟ هل يعود في الدقيقة 30؟ كورنادو بمواجهة حسن عباس. كورنادو الماتادور، حطها الإسباني، حطها الماتادور. التعادل، هدف التعادل، وفرحة كبيرة بالنسبة لبابلو جرانديز وكذلك مانويل لولو كورنادو اللي سجل هدف التعادل. هدف التعادل للسفانة، هدف التعادل للميناء. شوف كورنادو حطها قوية في قلب المرمى وفي سقف المرمى. صعبة يا حسن، صعبة يا عباس. الكرة في قلب المرمى كانت قوية، وبباطن القدم اليمنى مانويل لولو كورنادو يسجل، وبالتالي تعود المباراة إلى نقطة البداية.